السلام عليكم، وياكم جعفر عراقي. اليوم عندنا تنصيب برنامج أردوينو على الحاسبة. مثل ما تعرفون بورد الأردوينو يحتاج إلى برنامج تعريف على الحاسبة. البرنامج راح أخليه برابط أسفل وصف الفيديو. طريقة تنصيب البرنامج: أضغط على البرنامج بعد التحميل، أنطيه هنا يس، بعدها أعطي أجري، نيكست، انستول. انتظر يثبت البرنامج. طبعا أفصل البورد عن الحاسبة وانتظر تنصيب البرنامج. بعد ما خلص تنصيب البرنامج أضغط على كلوز. هنا تنصب عندي برنامج الأردوينو. هنا راح يطلب من عندي تعريف جدار الحماية للبرنامج، أنطيه أيوه. بعد ما تنصب البرنامج أروح على تولز وأختار نوع البورد اللي أنا أستخدمه. أنا أستخدم هنا بورد أردوينو إينو، وراها أربط البورد مع الحاسبة عن طريق اليو اس بي. هنا تعرف عندي منفذ اليو اس بي. طبعا قاعدة ثابتة، المنفذ اللي استخدمته خلي يكون ثابت عندك أثناء التنصيب. في حالة التغيير للمنفذ اليو اس بي أروح على ماي كمبيوتر مانجر، أضغط على درايفر مانجر. هنا راح يقول لي عندك مشكلة في بورد الأردوينو لأن أنا غيرت البورد. حتى إنه أشرح لكم الطريقة، أضغط كليك أيمن أبديت درايفر سوفت وير وبراوز، أختار مكان تنصيب البرنامج اللي هو عسي. طبعا هاي مو قاعدة ثابتة، يعني تقدر تثبت البرنامج على أي منفذ تريده. بروجرام فايل، راح أدور على البرنامج. هنا أنا عندي أردوينو، اختار برنامج الأردوينو، ملف الأردوينو، أعطيه أوكي نيكست. هنا تعرف عندي وانتهت عندنا المشكلة. تحياتي لكم، جعفر العراقي. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلوني على الصفحة.